السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. مبروك من كل قلبي لكل الاهلاويه اللي كانوا في الاستاد واللي اتفرجوا على الماتش في التلفزيون. النادي الاهلي دايما رافع راسنا ودايما مشرفنا في النهائيات، فاحمد ربنا انك اهلاوي. وطبعا عشان النادي الاهلي فرحنا فما تنساش تفرحنا انا كمان، وتنزل تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، اكتب لي رايك تحت في كومنت. ويلا بينا نبدا الفيديو. ارجع معايا بالذاكره قبل الماتش بيوم وشوف الاعلام المصري كان بيقدم لنا ايه على شاشه التلفزيون، وازاي كان بيدعم الاهلي وازاي كان بيتكلم عليه. وبدل ما يطلعوا يحللوا نقاط ضعف مازيمبي ويتكلموا عن الاهلي ازاي يكسب، كانوا بيقطعوا في الاهلي وبيحاولوا يهمدوا اللعيبه بشكل مش طبيعي. فتعال نشوف ايه اللي حصل قبل المباراه بيوم. هل من الممكن يا كابتن عفت في ماتش مازيمبي والاهلي مع المستوى اللي انت شفت عليه مازيمبي في الكونغو، هل من الممكن ان مازيمبي يحرج الاهلي في مصر، ولا ان النادي الاهلي بثوابته العريقه؟ وانت طبعا كابتن عفت بالك زمان بتتابع هذه المباريات وعاصرت كتير المباريات الكبيره، ممكن النادي الاهلي يعبرها بسهوله؟ النادي الاهلي عنده مراكز قوه في فرقته. اول المراكز دي واللي نديها درجه كبيره حراسه المرمى والديفنس. والديفندرين دايما النادي الاهلي ده اسلوبه بقاله اكتر من 25 سنه بيلعب بالاسلوب ده، ان انا بامن دفاعيا بشكل كبير جدا وبعتمد على الكور الطوليه اللي بيمارسها دايما كولر، اذا كان لكهربا او لمحمد شريف قبل كده او لحسين الشحات او لبيرسي تاو. فوفق بيجيب واحد اتنين، ومش هتلاقي النادي الاهلي من الانديه اللي بتكسب ارقام كبيره خالص. يعني النادي الاهلي واحد اتنين ثلاثه، انما مش هتلاقي مثلا النادي الاهلي في سنه واحده مثلا كسب 5 مرات 5، كسب 5 مرات 4 زي بقيه الفرق. لا، ما عندوش دي. الكابتن عفت مع احترامنا الكامل ليه طالع قبل المباراه بيوم، وبدل ما يرفع معنويات اللعيبه وينسى زملكاويته شويه ويتكلم كمصري، يعني طالع بيقول لك خد عندك بقى. اولا الاهلي طول عمره بيدافع كويس وبيلعب على الهجمات المرتده، يعني من الاخر كده ما بيعرفش يلعب كوره وما بيعرفش يستحوذ ويضغط الفرقه اللي قدامه. كابتن عفت انت بتقول ايه يا كابتن عفت؟ انت بتتكلم كلام عشوائي وخلاص. الاهلي لو جبت احصائياته من اكتر الفرق في افريقيا استحواذا على الكوره على ملعبه وخارج ملعبه. لا، خد الاكبر بقى، خد الاكبر بقى واسمع الكابتن عفت بيقول لك ايه. بيقول لك ان الاهلي مش من الفرق اللي بتجيب جوال كتير وتكسب 3 و4 و5. ازاي يا كابتن عفت؟ الزمالك اللي هي فرقتك واخده من الاهلي 5 و6 قبل كده و4 و3، ده كله مش مقضيك؟ طب يا عم انسى كل ده، ادينا كسبنا مازيمبي في قبل النهائي 3. ايه رايك؟ نتيجه كويسه ولا نزود شويه المره الجايه؟ الأول. الخبر الثاني، مشاركة أحمد عبد القادر نجم النادي الأهلي أمام نادي الزمالك أنقذت رحيله عن النادي الأهلي واتفاقه، أو بمعنى أدق أفسدت اتفاق اللاعب مع أحد المسؤولين أو أحد رجال الأعمال الزملكاوية لانتقاله إلى نادي الزمالك. هتيجي تقول لي ده مرتبط بعقد مع النادي الأهلي. كان الاتفاق إن أحمد عبد القادر خلال الفترة اللي فاتت إن تم تجميده وما كانش بيلعب، وبالتالي كان سيرحل مؤكدا بنهاية الموسم الجاري. وحصل اتفاق واتصالات ما بين اللاعب وما بين أحد المسؤولين أو أحد رجال الأعمال الكبار جدا اللي بينتموا لنادي الزمالك، وكان في اتفاق وتواصل إن اللاعب بقى يرحل ويحترف ثم يرجع مرة تانية لنادي الزمالك. لكن بصرف النظر لولا تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومطالبته بضرورة الدفع بأحمد عبد القادر في المباريات بشكل أساسي، كان الأمور هتختلف بشكل كبير، وكان في اتفاق. ويمكن بعض المسؤولين في نادي الزمالك كانوا ألمحوا إن في لاعب من النادي الأهلي قد يكون موجود في نادي الزمالك في الفترة المقبلة أو في الموسم المقبل، بصرف النظر عن إيقاف القيد. كان يقصده أو كان المقصد هو اللاعب أحمد عبد القادر. الكابتن اسلام اللي المفروض يعني محسوب على الاهلي، انا معرفش طبعا، هو مستحيل يكون اهلاوي، اللي محسوب على الاهلي
بيقول لك قبل الماتش بيوم وبيتكلم على احمد عبد القادر الوينج الاساسي دلوقتي بعد اصابه الشحات وسوء مستوى رضا سليم، هو الوينج الاساسي للنادي الاهلي. طالع يتكلم عليه قبل الماتش بيوم ويقول لك ان احمد عبد القادر مضى في الزمالك ومضى مع مسؤولين كبار، واللي عطل انتقاله للزمالك هي مشاركته ضد الزمالك. كابتن اسلام، بعيدا ان الخبر بتاعك ده ملوش اي اساس من الصحه، وبعيدا ان توقيت الخبر ملوش اي لازمه، وانك تتكلم على اللاعب وتهيج عليه الجمهور قبل الماتش بيوم، لو اللاعب فعلا، خلينا نتكلم بالعقل، لو اللاعب فعلا مضى للزمالك زي ما انت بتقول، على اي اساس هينزل ويجيب جول ويحتفل بالطريقه اللي احتفل بيها دي؟ يعني ازاي بقى؟ اشرح لي يا عم، انا راجل مش فاهم، اشرح لي. مستحيل لاعب يكون ماضي مع الزمالك وهو في الاهلي، مستحيل، ما حصلتش في التاريخ قبل كده. لو كان مضي في الزمالك مستحيل كان يحتفل بالطريقه دي، او اقول لك كان ممكن ما يلعبش الماتش اصلا. فهعيد تاني واكرر واقول لك اتفرج على الاعلام الزملكاوي بيتكلم على الاهلي قبل مباراه حاسمه في دوري ابطال افريقيا ازاي وبيقول ايه. الاستاذ جمال اشار الى ان النادي الاهلي بيواجه او بيعاني من خلل في وسط الملعب. هل ده بسبب غياب امام عاشور في المباريات الاخيره بسبب الاصابه، ولا الى جانب طبعا غياب اليو ديانج في فتره من الفترات، ولا زي ما استاذ جمال برضو اشار لجزئيه مهمه جدا ان كولر اصابه البارانويا او ان خلاص هلعب باي حد فانا هكسب، فانخدع في مستويات بعض اللاعبين؟ بص، الراجل اللي الكل قال ان هو كان بيكسب عشان عنده لعيبه كويسه هو مانويل جوزيه. ده كان عبقري في منطقه معينه في الكوره. ايه هي العبقريه اللي عنده؟ محدش ينكر عظمه لعيب كبير قوي قوي كان اسمه سيد معوض باك شمال، او جilberto في بعض الاحيان. ناحيه اليمين كان اسلام الشاطر في بعض الاحيان. الاثنين دول عشان انت تكسب قدراتهم الخاصه بنسبه 100% ما ينفعش تلعبهم في سيستم لعب 4-4-2 و4-3-3. الناس اللي زي دي انت بتديها نسبه من 60 ل 70% مع نادي بحجم الاهلي ان هم ينطلقوا للامام. لما ينطلقوا ما ينفعش تسيب احمد السيد ووائل جمعه مع بعض، الدنيا تغرق. ما ينفعش تسيب شادي محمد ووائل جمعه مع بعض هما الاثنين بس قدام حد سريع او حد كده، الدنيا هتغرق. فكان يعمل زحمه ودوشه في المنطقه اللي جوه، يلعب ب3 ويخلي سيد معوض يطير واسلام الشاطر يطير قبل ما تيجي فكره الطيران. ده بقى قدامه هنا بركات، ده قدامه مين، عندك ابو تريكه عمال يلم ويعمل في نص الملعب، مين يسند ويعمل. دلوقتي بركات. واحد زي علي معلول. علي معلول ما ينفعش من 4-5 سنين تلعبه ضمن 4 في خط الظهر. الاهلي ضايع في المنطقه دي. تبقى غلبان قوي عزيزي المشاهد لو فكرت الكابتن احمد الطيب قلبه على الاهلي وعاوز يحل المشاكل اللي عند الاهلي. تبقى غلبان قوي بصراحه. تعال انا افهمك هو قصده ايه وعمل الليله دي ايه. هو مبدئيا فرش لك الارض ورد وجاب لك ذكريات من الجيل الذهبي وقعد يقول لك بقى ابو تريكه ويشكر في بركات وسيد معوض وفرش الارض. عارف فرش الارض ليه؟ عارف فرش الارض ورد وذكر لك كل الحاجات الحلوه اللي كانت في الجيل بتاع زمان ليه؟ عارف ليه؟ عشان يجي يقطع في الجيل بتاع دلوقتي. لو مش فاهم كده يبقى انت على الله حكايتك. فهو عشان يعرف يقطع في الجيل اللي موجود دلوقتي واولهم وهو الاهم علي معلول، فحب يفرش علشان الناس ما تعرفش تنتقده. فيقول لك ايه؟ لا انا قلت على الاهلي بتاع زمان كويس لكن انا اقطع في الاهلي بتاع دلوقتي. كابتن، احنا بنحب الاهلي بتاع زمان وبنحب الاهلي بتاع دلوقتي ومفيش مقارنه بين كل جيل وجيل. وعندي استفسار صغير كده، كابتن احمد، هو انت مش معلق؟ يعني انت معلق ولا محلل عشان ابقى فاهم؟ انا راجل محلل ما بعرفش اعلق، مش شغلانتي، انا راجل متخصص. لكن انت متخصص في ايه؟ متخصص في انك تطلع تتكلم على الاهلي بس، وبعدين مدى كراهيتك للاهلي باينه قوي في كل كلام. فاتمنى تركز في التعليق وتسيبك بقى من التحليل. ولكن هكمل معاك عشان انت اكيد عندك كذا معلومه عاوز تقولها على علي معلول، حابب اسمعها منك. علي معلول شاء من شاء وابى من ابى، ما بيعرفش انه يدافع في المنطقه اللي ما بين خط ناحيه شمال وخط منطقه الجزاء. المنطقه دي يعني متاحه مباحه لكل اللي بيلعبوا عليه غصب عنه. هو عظيم في الكروس اللي بيعمله، في الفاول اللي بيرفعه، في الضربه الركنيه اللي بيرفعها. ده موضوع مختلف. احنا ما بنلعبش كره يد. ساعه الهجمه انزل ولما الهجمه تروح من عندي اطلع. دي كره قدم. فسيستم اللعب اللي فيه النادي الاهلي في الباكين اللي هو مختار يلعب بيهم عامله مشكله. والاهلي خسر 2 دوري بسبب علي معلول، مش عشان هو بني ادم وحش، عشان هو ما بيعرفش يغطي التغطيه العكسيه.
خصوصا ضد نادي الزمالك. جه شيكابالا طخ جون شيكابالا. طخ جون مرتين ب2 دوري. ضياع 2 دوري كان بسبب البوزيشن ده مع لعيب امكانياته ما تسمحش. يبقى عمليه التوظيف هي اللي بتلعب الدور الرئيسي في مستوى الفريق ونتائج الفريق. كابتن احمد الطيب بيستخدم العقل والمنطق واللباقه عشان يوديك في حته معينه ويثبت لك وجهه نظر معينه هو الوحيد اللي شايفها، هو وبعض الزملكاويه، عشان يقطع في علي معلول. مبدئيا هو فرش الارض ورد من الاول عشان جاب لك ذكريات الجيل القديم والحاجات الحلوه بتاعت زمان، عشان دلوقتي بقى يعرف يقطع برضه. جاب لك سبب اثبت لك ان علي معلول وحش، واثبت لك ان علي معلول بقاله 4 سنين ملط. ايه بقى؟ ان الاهلي خسر 2 دوري بسبب علي معلول. كابتن احمد بس ده مش حقيقي، يعني علي معلول ملوش اي تدخل في ال2 دوري الاهلي خسرهم. وبعدين يا كابتن احمد هدفين بتوع شيكابالا، هدفين شيكابالا اللي انت عاوز تعظم من امرهم دول هم اللي حسموا الدوري؟ ده مين قال لك ده يا كابتن؟ وبعدين الهدفين اللي شيكابالا جابهم دول كان في واحد منهم اصلا في ماتش النهائي بتاع القضيه ممكن، يعني ما كانش في الدوري اصلا، عشان اثبت لك بس انك بتهبط ها. وبعدين الاهلي ما خسرش الدوري قدام الزمالك، الاهلي عشان كان مشغول في افريقيا، واتكلمنا في الموضوع ده مليون مره، كان مشغول جدا في افريقيا في السنتين دول. وصل نهائي ضد كايزر تشيف ووصل نهائي ضد الوداد، ما كانش مركز في الدوري. والزمالك كان مركز في الدوري لانه كان طالع من كل البطولات، فكان طبيعي ياخد الدوري، والاهلي كان بياخد افريقيا. فللاسف يا كابتن احمد عبقريتك الشديده وطريقه القائك الجميله دي برضه مش هتثبت صحه كلامك، لان كلامك كله غلط. بدليل ايه؟ بدليل ان علي معلول هو اهم لاعب في منظومه الاهلي من 2016 2017 لحد دلوقتي. مشكله الاهلي قد لا تكون في نص الملعب بقدر ما ان هي خط الظهر عنده المشكله دي ما بين رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، ونرجسيه محمد عبد المنعم في بعض الاحيان رغم من افضل الامكانيات والقدرات للاعب مدافع في الوطن العربي عامله مشكله، خصوصا في حته التغطيه العكسيه. محمد هاني ممكن يلعب سردباك، بس قول له انت سردباك، لكن ما تخلوش يعمل دي شويه ودي شويه، هيضيع بين الاثنين. محمد هاني كده يا تقول له انت 1 من 5 وتطير هيبقى كويس، يا اما تقول له انت 1 من 3 وتلتزم وتربط الحزام هيبقى كويس، لكن تسيبه واللي دي مش ناجح فيها، ما بيعرفش. ففي مشكله عند النادي الاهلي. وهنا طبعا عشان يكمل على لعيبه الاهلي جاب لك وقال لك ان خط الدفاع اللي هو اصلا خط دفاع منتخب مصر يعني كله عنده مشاكل. مبدئيا نرجسيه محمد عبد المنعم، نرجسيه محمد عبد المنعم. هو محمد عبد المنعم مضايقك قوي كده يا عم؟ هو الراجل عصبي، طبعه من جواه عصبي، مهما تحاول تهديه مش هيهدى بسهوله، محتاج يكبر في السن وينضج ويلعب في دوريات تانية علشان يهدى، وممكن ما يهداش، اصل ده طبع ما بيتغيرش. لكن هو كلاعب كوره هو لاعب كوره جامد، وبرضه رد عليك في المباراه وسجل الهدف. يعني هو سجل الهدف اللي فتح المباراه ووصل الاهلي النهائي، وهو دايما رجل النهائيات. يعني كل ده بقى بيرخص ايه؟ ان الاعلام فعلا اهلاوي يا جماعه، فعلا اعلام اهلاوي، وبيطلع يطبل للاهلي وبيدعمه قبل كل مباراه وبعد كل مباراه. انا بس حبيت اوريكم حاجات ممكن عدت على الناس او محدش خد باله منها علشان فرحه الماتش وكده، لكن فرحه الماتش ما تخليكش تنسى الناس الكارهين للاهلي واللي عاوزين يوقعوه باي طريقه. طالما وصلت لحد هنا ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، وتكتب لي رايك تحت في كومنت. انا بحب اقرا الكومنتات واعمل لها لايك وارد عليها كمان. وان شاء الله بكره او بعده هيكون في فيديو بقى للنقاد اللي انتقدوا الاهلي حتى بعد ما فاز، فعشان كده اعمل اشتراك عشان تشوف الفيديوهات الجديده. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.